تعرف ايه اصعب احساس ممكن يعيشه اي مغترب؟ ان بعد سنين تعب وغربه يكتشف انه خسر حاجات كان فاكر انها مستحيل تضيع منه. خسر وقت وخسر ناس، خسر راحه البال واحيانا جزء من نفسه. انا بقالي هنا سنين في الامارات وفي غلطات عملتها هنا دفعت ثمنها من فلوسي واعصابي ومن عمري حرفيا. غلطات كنت فاكر وقتها ان هي عاديه، لكن بعد سنين اكتشفت ان هي كانت بتسرق مني الحياه واحده واحده. ولو رجع بيا الزمن لاول يوم نزلت فيه الامارات، في حاجات كتير جدا اقسم بالله ما كنتش اعملها تاني. الفيديو ده يمكن من اكتر الفيديوهات الصادقه اللي انا هتكلم فيها، لاني مش جاي اقول لك كلام تنميه بشريه، انا جاي احكي لك عن حاجات فعلا كسرتني وعلمتني وغيرت كتير من شخصيتي. وانا متاكد ان 90% من الناس اللي بتشوف الفيديو ده وجرب الغربه اكيد حاجات كتير قوي من الشخصيه اتغيرت. يعني مثلا الشخص اللي بيكلمكم دلوقتي ده غير خالص الشخص اللي قرر يجي الامارات من 10 سنين. اكتسبت حاجات كتير من شخصيتي كنت مفتقدها، وخسرت حاجات برضو في شخصيتي بسبب الغربه. فخليني اقول لك الحاجات اللي فعلا غيرتني واللي لو رجع بيا الزمن مستحيل اكررها تاني. اول غلطه وناس كتير بتقع فيها وهي انك تقرر تسافر الامارات وانت مديون. دي من اكبر الغلطات الكارثيه اللي دايما بقول عليها انك تعملها وانت مسافر الامارات. شفت ناس كتير قوي وقعت فيها، وشفت ناس كتير قوي اتكسرت بسببها. كان في صديق ليا اخد قرض في مصر عشان يسافر، وللاسف ما توفقش انه يلاقي شغل هنا في فتره الشهرين الزياره، بسبب طبعا انه جاي متوتر ومضغوط نفسيا، ومن الناحيه التانيه جه في الصيف فرص الشغل فيها قليله لانه مش موسم سياحه في الامارات، وبسبب كمان الجو والمناخ ما قدرش يتحرك كتير يدور على شغل. فده خلاه بين اختيارين الاتنين اصعب من بعض: ارجع مصر وابقى من غير شغل ومش عارف هيسد فلوسه ازاي والقرض منين، والاختيار التاني انه يكمل في البلد ويكسر الفيزا ويقعد مخالف على امل بقى انه يعرف يعدل وضعه ويلاقي شغل. لكن الحقيقه للاسف غير كده خالص، على العلم انه عنده بيت واسره واولاد. هو قرر يكمل ويكسر الفيزا للاسف، وطبعا الحال كل يوم بيبقى اصعب عليه لانه قاعد بيصرف طبعا ومش عارف يلاقي شغل، لان اي شركه بتعرف انه مخالف يقولوا بلاش منه ومين هيدفع المخالفات دي وقصه يعني. وده بقى اللي بتستغله الشركات الصغيره وضعاف النفوذ، بيستغلوا الحالات دي بالظبط. يقولوا له بقى تعالى اختبر شهر ولا اتنين تشتغل معانا ونعدل وضعك وندفع لك المخالفات كمان، بس تشتغل معانا كاختبار. طبعا الشخص بيشتغل بايده واسنانه على اساس هيساعدوه، لكن بيخلص شهر والتاني بيشتغل من غير مرتب ولا في اقامه ولا ليه اي حقوق. وده طبعا علشان ما يقدرش يشتكي اي حد منهم لانه اصلا مخالف وعليه تعميم. فالقصه لما تبقى من البدايه مش ماشيه صح ما تتوقعش تلاقي النتيجه اللي انت تتمناها. انا ما اتمناش ان اي حد يكون في الموقف ده، ودايما اقول يا جماعه لما تقرر تسافر تكون عامل حسابك كويس قوي في المبلغ ده، زي ما تكون كده داخل مشروع. انا دايما اقول كده السفر ده عباره عن مشروع تحوش فلوسه وتبقى مستعد تخسرها وتسافر من غير ضغوط، ويكون ذهنك صافي، ولو لا قدر الله ما لقيتش شغل وما توفقتش ما تشيلش هم بقى الرجوع، عادي اكنك دخلت مشروع وربنا ما وفقش. انا عن نفسي علشان اسافر قعدت 3 سنين بشتغل في مصر اي حاجه علشان بس اسافر بفلوسي وما بقاش مديون لحد، وكمان عشان لو رجعت ما ازعلش. انا عملت اللي عليا والباقي توفيق من عند ربنا، وابتدي من تاني مش عيب. تاني حاجه اتعلمتها بس متاخر قوي، وهي ان ضيعت وقت كبير قوي في بدايه الغربه او انقل للخطوه التانيه من الشغل. ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي بتوجعني لما افكر فيها لانها عطلتني شويه حلوين. الوقت في الغربه اخطر من الفلوس. الفلوس ممكن تتعوض لكن الوقت مستحيل ترجع تعوض. انت شغلت بقى مع ناس غلط، في قعده ملهاش لازمه، في راحه زياده، في تاجيل، في خوف. كنت فاكر ان قدامي لسه وقت كبير، وفجاه تلاقي سنه راحت وبعدين 2 في 3 وبعد كده 5 سنين وانت لسه في مكانك. الفكره مش انك تشتغل ايه وازاي في اول حياتك في الامارات، الفكره الصح انك تفكر تكبر ازاي في الامارات بعد سنه واتنين من الشغل. مش معنى انك اشتغلت في الامارات تفضل بقى مريح في الشغلانه، خصوصا لو شغلك مش في مجالك او شغل مؤقت ليك مش هتكبر فيه مثلا. لكن اول ما تشتغل في شركه تشوف فيها بقى تسلسل وظيفي ولا لا، فيها نظام ولا شغل عشوائي. يعني لو لقيت مثلا اللي اشتغل زي اللي ما اشتغلش، ساعتها حط في دماغك على طول في خلال سنتين تنمي فيها مهاراتك وتتعلم كويس سوق العمل ماشي ازاي، وتحاول تاخد الخطوه اللي بعدها على طول علشان السنين ما تاخدكش في دومه وتفضل بقى مكانك ما تتحركش ولا عملت كارير لنفسك ولا عملت فلوس. انا قعدت في اول شركه ليا حوالي 3 سنين، كنت شايف بقى الناس معاملتها كويسه والامور ماشيه، فقلت خليني قاعد بقى الراتب ماشي كده كده واثبتت نفسي. بس في الاخر حسيت ان لو كملت حتى 10 سنين مفيش اي انجاز هيحصل وهفضل زي ما انا في مكاني في الشركه. فقررت بعد 3 سنين اشوف شغل تاني بمرتب احسن. وهي دي على فكره طبيعه الحياه هنا في الامارات، انك دايما تشوف الاحسن ليك ومن حقك تمشي لو لقيت اي فرصه احسن. تاني غلطه انا عملتها وعرفتها متاخر برضو، هي اني كنت فاكر ان شغلانه واحده كفايه ان اعيش حياه كويسه واحقق اللي انا عايزه في الغربه. زمان فعلا كان ممكن ينفع ده،
لكن دلوقتي لا خالص، وانا اتاخرت جدا قبل ما افهم النقطه دي. الواحد برضو كان جديد في البلد، اول 3 سنين على الاقل بتفهم سوق العمل وايه الافكار اللي الناس بتدور عليها وممكن تعمل منها فلوس. كنت فاكر ساعتها ان اي وظيفه ثابته وخلاص كده هي الحياه امنتني، وعلى فكره ده فكر اي حد جديد هيجي البلد. اهم حاجه طبعا تشغل باله انه يلاقي شغلانه بمرتب كويس ويعمل اقامه ويبقى قاعد قانون في البلد. لكن حته انك تعمل مصادر دخل تاني دي بتفهمها مع الوقت، بس انا طولت شويه على ما فهمتها، او زي ما تقول كده لما بقيت ادور على حلول لمصادر تانية بنفسي. ولو سبت نفسك لشغلك الاساسي بس هتعرف من اول ازمه او اول ضغطه او اول زياده في المصاريف هتكتشف انك واقف على رجل واحده. وعلشان تسرع رتم الحياه زي ما انت عايز محتاج تمشي على رجلك الاتنين. ومن اكتر الحاجات اللي ندمت عليها فعلا اني ما بداتش بدري اتعلم اي مصدر دخل تاني، اي حاجه، اي مهاره، اي مشروع صغير، لان الغربه مرعبه لو دخلك واقف على باب واحد بس. انا عموما من بعد الكورونا وشفت اللي حصل قدامي لاصدقاء قريبين مني وازاي كانوا مستقرين في شغلهم، اللي شغال في بنك واللي شغال في شركه كويسه وماسكين مناصب يعني، لكن في لحظه واحده ممكن اي حاجه تتغير. ومن ساعتها قررت بقى يبقى عندي مصدر دخل 2 و3، وكل كام شهر كده اخد لي مثلا كورس مونتاج او جرافيك، ازاي مثلا اعمل صور احترافيه لاي فكره انت عايزها. من الاخر كده شغل الفريلانسر احسن شغل ممكن تعمله بجانب شغلك مع التجاره اونلاين، وخصوصا في الخليج. المعلومه دي ركز فيها كويس قوي وفكر فيها، هتلاقي فيها كل حلولك وما تراجعش ورايا. رابع غلطه وانا متاكد ان ناس كتير هتتفق معايا فيها، وانك تثق في ناس غلط وخصوصا في بدايتك في الغربه، ودي من اقصى الحاجات فعلا. الغربه بتخليك احيانا تتمسك باي حد عشان تحس انك مش لوحدك. طبيعي شخص جاي جديد في بلد جديده ما تعرفش حد، فاكيد اي حد هتتعرف عليه هتحكي معاه شويه تثق فيه وحتى لو ما تعرفوش كويس. بس اللي عايز اقوله لك بقى ان مش كل حد يضحك معاك يبقى بيحب. شفت ناس للاسف تستغلك وتغير منك وتحبطك وتضحك في وشك وتتكلم عليك في ظهرك. في الغربه تحديدا انت بتتعلم ما تثقش في حد خالص، لان مش معنى ان نيتك طيبه كويسه هتلاقي الكل شبهك. هتلاقي نفسك رايح مقابله شغل حتى لو انت كفء للشغلانه دي ولقيت مثلا حد من جنسيتك هيرفضك للاسف، لان مش كل الناس بتحب الخير لبعض. وطبعا انا مش بعمم، اكيد في ناس كويسه كتير، بس الفكره سواء في السكن او في الشغل او الحياه اليوميه دايما تحرص من الناس كلها وما تتكلمش وحش على حد قدام حد، خصوصا في الشغل. اكيد الكل فاهم نقطه زي دي. المعلومه هتوصل للمدير وتلاقي نفسك استماره على طول بره الشغل، عشان انت كنت فاكر انك بتهزر، بس في الغربه المواضيع بتقلب جد من اتفه الاسباب. من الاخر كده حرص وما تثقش غير في نفسك بس. خامس غلطه بقى هو اني كنت بصرف فلوسي غلط، ودي من الحاجات اللي عطلتني كتير وندمت عليها جدا. في بدايه الغربه احيانا بتحاول تعوض تعبك بالصرف، خروجات ومطاعم ومظاهر وموبايل ايفون جديد وتشتري حاجات بالقسط، كل ده جميل وكل ده احنا جربناه، حاجات كلها ملهاش لازمه وانت فاكر انك عايش، لكن بعد فتره تكتشف انك بعد تعب سنين ومش معاك حاجه حقيقيه. الغربه لازم تعلمك الفرق بين اللي نفسك فيه واللي محتاجه فعلا. يعني انا مثلا في البدايه بعد ما طلعت رخصه قياده على طول رحت اشتريت عربيه غاليه بالقسط، كان قسطها عالي جدا على 5 سنين لمجرد ان اركب عربيه حلوه وجديده، حاجه ما عرفتش اعملها في مصر اكيد يعني، من غير ما افكر بقى نتيجه القرار ده عليا ايه، هيبقى ايه ويترتب عليه ايه. فكره ان ابقى مربوط بقسط كبير لمده 5 سنين دي كانت فكره غلط تماما معايا، لاني ما حسبتش هل انا هقدر اكمل في الشغل ده 5 سنين ولا لا، هل انا اصلا ضامن ان اكمل في الامارات 5 سنين. للاسف ما فكرتش في اي حاجه غير ان اركب عربيه حلوه وغاليه من غير ما اخطط لبكره هيحصل ايه. فطبعا ترتب عليه ان بعد سنه ونص حسيت ان الموضوع معايا صعب جدا واضطريت ابيع السياره، وطبعا بخسر فيها. انت في البدايه محتاج عربيه كويسه فقط توصلك شغلك وتقدم مشاويرك على قد الايد زي ما بيقولوا كده. عشان كده بقول لك دي من الغلطات اللي اثرت عليا بشكل كبير وعطلتني جامد، فتمنى تخلي بالك من الحاجات دي كويس قوي. سادس خطا انا عملته وهي اني بعدت عن اهلي اكتر مما تتخيل، ودي من اكتر الحاجات المؤلمه في الغربه. انت بتكون فاكر انك مسافر شويه وراجع، لكن فجاه تكتشف ان اهلك كبروا واخواتك اتغيروا واولادك كبروا وفي لحظات كتير فاتتك. وللاسف انا علشان لسه في بداياتي في الامارات كنت لسه بستقر في الشغل، فما كنتش بنزل اجازات كتير، يمكن كل سنتين شهر، وده خلاني احس اني ابتديت ابعد شويه عن الاهل. وعايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، مهما كنت بتكلم اهلك كل يوم في التليفون او فيديو او ايا كان، برضو نزلتك اجازه وتقعد وسط اهلك دي بتقرب المسافات وتعوض مشاعر كتير فاتتك طول السنه. لكن لما تطول مده الغياب كل مره هتحس بعدها انك غريب شويه بشويه، تحس ان وطنك الجديد هو غربتك مش اهلك اللي انت اتربيت وسطهم وافتقدتهم في اول غربتك. اوعى تخلي الغربه هي اللي تتحكم في علاقاتك باهلك ايا كانت التضحيات، لكن لازم تبقى مثبت اجازه مره على الاقل كل سنه، ولو تقدر تنزل مرتين حتى لو على حسابك مفيش مشكله، لكن على الاقل تحاول تلحق شويه من المناسبات المهمه اللي بتفوتك طول السنه. انا عن نفسي لازم كل سنه انزل اجازه تفصل شويه من الشغل والروتين، على الرغم ان اخر فتره ما نزلتش فيها بقالي فتره كبيره بسبب ظروف الشغل، ورغم ذلك حاسس اني مقصر.
عارف ان في ناس كتير ظروف شغلها ما بتسمحش غير باجازه كل سنتين، او التذاكر بقت غاليه، وان اليوم اللي بيعدي مش بيتعوض في الشغل. كل الكلام ده جميل، بس الاهم من كل ده ان الانسان مش بيعيش غير مره واحده بس، فحاول تستمتع بيها على قد ما تقدر وانت مع اهلك مش لوحدك. سابع خطا انا عملته هو اني كنت مبهور قوي بالسوشيال ميديا قبل ما اجي الامارات، ودي حقيقه ناس كتير بتتصدم فيها اول ما بتيجي. انا مش عايز اسميها صدمه اكتر ما هو التفكير بعيد عن الواقع. بمعنى ايه؟ ان ناس كتير وانا اولهم على فكره كنت بتفرج على احتفالات مثلا راس السنه في برج خليفه في التلفزيون، كنت دايما معجب قوي بالاحتفالات دي واقول انا ليه ما بقاش هناك مثلا وابقى عايش الاجواء دي. يعني يعتبر كان حلم من احلامي. يعني الكلام ده مثلا في 2012 تقريبا. بس لما جيت بقى البلد وعرفت قد ايه الموضوع ده صعب هنا، انك تروح برج خليفه في راس السنه، طلع الموضوع مش بالسهوله اللي انا كنت متخيلها. لازم تكون موجود في دبي مول وتحجز بقى مكان من العصر تقريبا، وتفضل قاعد حاجز مكانك لحد 12 بالليل، وعلشان ترجع فيها بقى البيت فيها 3 الصبح. الموضوع فعلا مجهد جدا. وبالمناسبه انا بقالي 10 سنين هنا اهو، ولسه لحد دلوقتي ما عملتش التجربه دي. علشان كده بقول ان الناس شايفه الاحتفالات والكرنفالات من فوق ومن التلفزيون، لكن في ارض الواقع الموضوع بيبقى صعب جدا. على فكره انا مش بقول لك الموضوع مش مجزي، لا، هو بجد من امتع ما يكون ان انت تحضر مثلا على ارض الواقع، بس الموضوع مش سهل خالص. ومن الحاجات اللي حببتني في الامارات كمان ان اجي واعيش فيها، كان في مسلسل كده قديم اسمه 04 تقريبا، ما حدش شافه غيري. كانوا عباره عن 4 شباب عربيه من جنسيات مختلفه بالصدفه اتعرفوا على بعض في دبي، وبدات الاحداث في دبي، وكانوا عايشين حياه تشجع الواحد ان هو يسافر. يعني كنت متعلق بيه، وده اللي غذى فكره السفر للامارات في بالي. يعني فالسوشيال ميديا بتبين لك العربيات والابراج والمطاعم والرفاهيات، لكن مش بتوريك القلق والضغط الموجود والوحده والتعب والشغل ال 12 ساعه. اكيد في ناس عايشه مرتاحه هنا، لكن في ناس كتير اكتر بكتير بتحارب كل يوم عشان تكمل. تامن حاجه ما حبيتهاش في نفسي، وهي ان كنت بقارن نفسي كتير بالناس على طول، ودي بتتعب اي حد نفسيا. فلان اشترى عربيه، وفلان فتح مشروع، وفلان سافر، وانت تحس انك متاخر. لكن الحقيقه كل واحد عنده معركته اللي محدش شايفها. واكتر حاجه دمرت ناس في الغربه انهم عاشوا حياتهم باصين لغيرهم. تاسع خطا انا ارتكبته وهو اني اهملت نفسي ونفسيتي، ودي غلطه ناس كتير بتعملها هنا في الغربه. بتخليك طول الوقت بتجري وتشتغل وتفكر وتخاف على مستقبلك، لحد ما تلاقي نفسك مرهق ومطفي ومش طايق تكمل. تضحك قدام الناس وانت من جواك تعبان. فين حياتك انت واهتماماتك؟ هتعيشها امتى؟ لازم تفصل بين شغلك واهتماماتك، تخصص لكل حاجه دي وقتها. انا مثلا الاول ما كنتش بهتم بالرياضه قوي، ولا باكلي ولا بنفسيتي، لكن خلاص بقيت اخصص وقت للرياضه، واكل كويس وانام كويس واخرج واشوف الدنيا. لكن الحياه مش كلها شغل بس تعرف ايه الحاجات اللي فهمتها متاخر؟ ان النجاح الحقيقي في الغربه مش انك تجيب فلوس وبس، النجاح الحقيقي انك ما تخسرش نفسك وانت بتحاول تنجح. لان ناس كتير جمعت فلوس وخسرت صحتها واهلها وفرحتها. ولو رجع بيا الزمن على فكره مش هقول اني ما كنتش عايز اسافر، لا، انا اتعلمت كتير من الغربه وانت كمان، بس هعيشها بشكل اهدى واوعى واذكى. كنت هفهم بدري ان العمر بيجري، وان الوقت اغلى من اي فلوس، وان راحه البال مش سهله. ولو انت لسه في بدايه الغربه او حتى بقالك سنين، اتمنى فعلا انك تتعلم من غلطاتك دي قبل ما تدفع الثمن. وافتكر دايما ان الغربه مش اصعب لانها بعيده عن الوطن، الغربه اصعب لانها احيانا بتبعدك عن نفسك. ولو حسيت ان الكلام ده فعلا شبه اللي جواك، اكتب لي في الكومنتات اكتر درس الغربه علمته لك كان ايه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو عجبك الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.